طبعا الهتافات كلها كانت ضد نظام الحكم وضد وزاره الداخليه بشكل كبير جدا. والحقيقه الهتافات طالت اسماء عديده، منها المنتمي للنظام السابق ومنها الموجود حاليا في الخدمه. طبعا الهتافات الصاعده تواصلت الى المجلس العسكري وطلبت بتنحيه وضروره تسليم السلطه. اكثر من حصل نصيب من الهتافات هو طبعا وزير الداخليه حبيب العدلي، هو صاحب النصيب الاكبر في الهتافات ضده، ويتهمونه ايضا هو بانه من وراء هذه الاحداث. اثر الكور الاكبر في شارع محمد محمود فقط ومحمد محمود مع شارع منصور باتجاه وزاره الداخليه. محمد، الاشتباك كان بين مين ومين تحديدا؟ نعم يا فندم. الاشتباك اللي عندك امام مجلس الشعب كان بين مين ومين تحديدا؟ لا يا فندم، مش مجلس الشعب يا فندم، انا في احد الطرق المؤديه الى وزاره الداخليه في شارع تقاطع شارع محمد محمود مع شارع منصور. تمام، انا عارف المنطقه، يعني انت ورا الجدار الحجري من الناحيه الثانيه. انا جنب السنترال يا فندم. طيب. ووجهه المتظاهرين. طيب، هل انت شايف على بعد او مقربه منك اي رجال من رجال الشرطه او اطلاق رصاص او اطلاق مثلا مسيل للدموع؟ منصور حاجز حديدي وايضا حاجز بشري من قوات الامن المركزي يفصل بين المتظاهرين وبين بقيه شارع محمد محمود. محمد صلاح مراسلنا من تقاطع شارع محمد محمود مع شارع منصور بالقرب من ميدان التحرير في المنطقة الفاصلة بين ميدان التحرير ووزارة الداخلية. بشكرك شكرا جزيلا، متابعين معاك يا محمد وربنا يعديها على خير. بناشد كل شبابنا كل إخواننا، هم عارفيني وأنا عارفهم كويس، وبناشدهم من قلبي حبا في هذا الوطن، حافظوا على مصر ومنشآت مصر وممتلكات مصر، دي بلدنا ودي ممتلكاتنا إحنا، وإحنا معاكم في كل مطالبكم، لكن بالشكل السلمي بدون الهجوم على أي منشأة. بلاش نقع في الفخ اللي أعدائنا نصبنه لنا ونفسهم إن احنا نقع فيه. أستاذنا الدكتور أحمد كامل المجد، معلش الأحداث بتفرض نفسها علينا، لازم نتابعها وأنا كنت جزء منها. لو سيادتك كنا واقفين عند الأسباب المباشرة اللي حصل بالأمس، وهل هذه مؤامرة ولا هو فعل يعني عفوي حصل؟ في أوضاع في أيام الثورات تتداخل العناصر المؤثرة بحيث عند التشخيص تبقى العملية صعبة جدا. يعني في نظام اللي يسموه البوينت سيستم، انك انت تدي نمرة لكل عنصر في المعادلة المركبة جدا. فانت عندك حضرتك وصفته بدقة بانه اسباب عامة، غضب في المجتمع، احباط، متاعب معيشية، لكن ايضا في تصرفات توظف هذه الامور وتعتبر اسبابا مباشرة لما يقع. اي تحريض او اثارة